السلام عليكم. النهارده هنعمل عرق التريبيانكو او اللحمه البارده، وهنعملها بالخضار طريقه مختلفه شويه. اول حاجه انا عندي هنا ده عرق التريبيانكو، ده مش العرق كامل، ده يعتبر حوالي نصه، يعني ده كده بالميزان حوالي كيلو، يعني ممكن يزيد عن كيلو كمان، بس هنقول ان هو كيلو مثلا عشان ايه، هقول لكم طريقه السوا بتاعته برضو ازاي. فاحنا بجيب الاول الخيط كده، اي خيط عندك بس يكون يعني سميك شويه، ما يكونش خفيف، وتربطيه كده زي ما انت شايفه كده، بنربطه بنلفه كده كويس قوي. التربيطه دي كويسه قوي ليه؟ عشان الانسجه بتاعته تبقى كلها متساويه، ولما اجي اسويه واجي اقطعه بعد كده لما يبرد ما يتفتولش مني ويتقطع مني، لا هيفضل القطعه كده متساويه، وانا بقطعه ثابته معايا ومتساويه. فانا بعد ما بقطعه كويس قوي بكون محضره بقى في صوص توم، توم عادي فريش، وبقطعه وبفتحه نصين، يعني الفص كده بفتحه نصين، وبغرز السكينة كده في العرق، يعني بعمل فتحات كده بيها، وبدخل فيها الفصوص التوم دي عشان تطعم لي العرق من جوه. وبكون محضرة روزماري، هو المفروض طبعا يبقى فريش، بس الموجود عندي اللي هو العادي، يعني اللي هو عند العطار، فانا جبت شوية روزماري على حبة زعتر وفلفل اسود. ما بيتحطلوش ملح، لما بنتبله ما بنتبلوش بملح خالص علشان يستوى معايا وما يشدش معايا في السوا. انا كده خلاص ربطته كويس قوي، وبرده دخلت التوم فيه كويس جدا. هحط بقى التوابل دي، هقلبها واحط حبة مثلا من تحت، وهقلب فيه العرق واكمل الباقي برضو عليه، وهعمل له زي مساج كده، هدلكه كويس قوي بالتوابل، على اساس ان هو ايه، التوابل تدخل فيه كويس قوي. بعدين هجيب صينية على النار، احط فيها معلقة سمنة على معلقتين زيت، وهشوح فيه العرق بتاعي. هفضل اقلب فيه شمال ويمين لحد ما يتحمر معايا، بس في الاول تديله صدمة، وبعد كده تقلبيه واحدة واحدة لحد ما يتحمر معاكي وياخد معاكي لون حلو، متحمر متحمر. انت كده قفلتي الانسجة بتاعت العرق لما حمرتيه وصدمتيه كده على النار، وفي نفس الوقت انت طعمتيه بالتشويحة دي طريقته الاصلية يعني. بفضل اقلب فيه شمال ويمين كده، واجيبه برضه اوقفه من الجنب ده ومن الجنب التاني، انا بقفل الانسجه من كل الجوانب بتاعته. وبعد ما بتاكد انه خلاص، انا بكون بقى مقطعه خضار، هو المفروض بيتحط له بصل وجزر وبطاطس وخلاص على كده، بس انا حطيت له بقى كوسه وزودت من عندي يعني. فانا هشوح معاه البصل القورمه ده الصغير، شوحه كويس معاه، وبعد كده هو لما يتشوح معايا كويس، في شويه فصوص توم كانوا فاضلين معايا من اللي انا كنت بحطه في العرق، فهحطهم برضو يتشوحوا معاهم. وبعد كده هنزل عليهم بالخضار لما اتاكد ان كله اتشوح تمام كده وريحه التوم طلعت معايا. هنزل بقى بالخضار اللي انا مقطعه، برضو بتقطعي حتت كبيره مش صغيره، كوسه وجزر وبطاطس، وهقلبهم تقليبه بسيطه. هرش رشه فلفل اسود، رشه ملح على الخضار، بس اللي هو انا مش عايزه اللحمه برضو يوصل لها ملح علشان تستوى معايا على طول، هي مش هتغيب، يعني هي حوالي كيلو، فهي هتاخد ساعه بس في الفرن. كل ما بيزيد معاكي وزن العرق بتاعك، الكيلو هو ساعة، لو 2 كيلو يبقى ساعتين، على حسب ايه الوزن العرق بتاعك قد ايه. وبكون غالية مية في الكاتل او في اي حاجة، يعني لازم تزوديه مية مغلية، ما ينفعش تزوديه مية من الحنفية كده عادي. انا رشيت عليه رشة ملح ورشة فلفل اسود على الخضار، ورحت حاطه لها طماطمتين كده صغيرين قطعتهم بس يلونوا الخضار مش اكتر. هو ما بيتحطلوش طماطم، بس انا حطيته كده بس يلونوا الخضار بتاعي مش اكتر. هسيبها تغلي على النار شوية، وفي الوقت ده هكون مشغله الفرن بتاعتي وسخنت حلو، علشان بقى ادخله يكمل سواه في الفرن. هغطيه بورق فويل، وطبعا هتاكد ان الخضار بتاعي الطعم بتاعه حلو وملحه حلو، ظبطيه يعني. هلفه كده بورق الفويل، وبعد كده هدخله في الفرن، بيقعد ساعة وبيطلع. طبعا انا طلعته الاول شوية برد، حطيته في التلاجة شوية برد عشان اعرف اقطعه كده. بصوا ده اللي انا اقصده، ان لما بتيجي تقطعيه شرايح بصوا بيطلع معاكي ايه، ما بيتقطعش منك ولا اي حاجة، شريحة ثابتة وكاملة. هنا طبعا بعد ما غرفنا الخضار ورصيناه عليه، وهوريكي ازاي هو مستوي خالص اهو. وبألف هنا عليكم يا رب.